الناس بتقول ايه؟ تعالوا نخش في التعليقات بعد ما نقرا الخبر دوت ونشوف الناس بتقول ايه. وصلوا على النبي. بيقول لك كفاية اشاعات، خبير تغذية يحسم الجدل ويؤكد ان الفراخ والبيض والخبز آمنة للأصحاء. تعالوا بقى نشوف الناس بتقول ايه. يلا نقرا التعليق الاول. خبير البيض ما كذبش عمرو اديب لما قال ده اقتصاد بلد. واحد تاني بيقول لك ايه، او واحده تاني بتقول لك ايه: الف هنا على اللي ياكلها، وضحكه جميله، لو هيدوني عليها فلوس مش هاكلها ابدا. سبحان الله، اخر فرخه عملتها محدش فينا قدر يدوقها اصلا، ورغم اني كنت متبلاها كويس وبصل وحبهان وفلفل وحكايات، بس كنت حساها زفرة جدا. يا جماعة التعليق ده، وانتوا ايه رأيكم في الكلام ده؟ اكتبوا لنا في التعليقات يا جماعة، وقولوا لنا ايه رأيكم في الكلام دوت، وشجعونا كده عشان خاطر نكبر قناة الناس بتقول ايه. واحد تاني بيقول لك والباشا خبير في البيض بس، يا ريت يشجينا باخبار عن الفراخ والعيش الابيض ويعرفنا. واحد تاني بيقول لك مين خبور الاغذية ده؟ يا جماعة من غير شتيمة ومن غير اي كلام يا جماعة، احنا بنشوف الناس بتقول ايه. واحد تاني بيقول لك مش هناكلهم تاني. واحد تاني بيقول لك كده حسم الجدل بجد، صح؟ وعامل علامة استفهام. واحد تاني بيقول لك بالتوفيق دايما. واحد تاني بيقول لك ايه، وفي مصطلحات جديدة. واحد تاني بيقول لك تمام، اذا كده ماشي ده خبير. واحد تاني بيضحك ضحكة. وعندك تعليق تاني: عادي ما كلها خبراء في اي حاجة فعادي. يقول لك عادي ما كلها خبراء في اي حاجة عادي. واحد تاني بيضحك، واحد كمان بيضحك ويقول لك كان زمان ده قابض. واحد تاني بيقول لك ده قابض. واحد تاني بيقول لك امن للاصحاء حتى يمرضون، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايه يا جماعة التعليق دوت؟ تعليق يا الله. طب وانتوا لو مكانهم يا جماعة هتعلقوا تقولوا ايه؟ اكتبوا لنا في التعليقات، يعني اكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا انتوا هتعلقوا تقولوا ايه. حتى يقول لك نفسي اعرف ايه اصرارهم ان الناس تاكل فراخ وبيض، وده يؤكد ان كلام الدكتور ضياء رحمه الله صحيح. واحد تاني بيقول لك الف هنا والشفاء، الفراخ والبيض والخبز لخبراء الاقتصاد. بس كده وسلام.